والله حصاني كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البطل العالمي والمغربي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري مساء اليوم السبت النزال الذي كان سيجمعه بالإنجليزي جيمس تضامنا مع ضحايا زلزال الحوت. وصعد البطل المغربي بدر هاري إلى الحلبة معلنا اعتذاره عن النزال أمام الإنجليزي جيمس في إطار بطولة غواري تضامنا مع ضحايا الزلزال، وقال أنه من الصعب عليه أن يلعب نزالا والمغاربة يعيشون لحظات عصيبة بسبب الحصيلة الكارثية للزلزال الذي ضرب المغرب. وكما أعلن لاعب نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو الأحد تضامنه مع العائلات والأصدقاء ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية وأودى بحياة الكثير 2000 شخص. وعبر كريستيانو رونالدو في منشور على حسابه بمنصة انستغرام تعازي حارة للعائلات والأصدقاء الذي فقدوا حياتهم في زلزال المغرب، وأضاف أرسل حبي ودعواتي لجميع الأفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا. ويلعب رونالدو حاليا في صفوف النادي النصر السعودي الذي وقع معه في سبتمبر كانون الأول سنة 2022 عقدا احترافيا حتى يوليو حزيران 2025. ومساء اليوم السبت أعلن المغرب ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 حالة وفاة و 2059 إصابة، بينها 1404 إصابة خطيرة وفق الحصيلة غير النهائية لوزارة الداخلية. ومساء يوم الجمعة ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر المركز منطقة الحوز عدة مدن مغربية مثل عاصمة الرباط والدار البيضاء الكبرى، مدن بلاد ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وتارودانت وفق المعهد الوطني للجيوفيزيائية. وكذلك وجه قائد منتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالته لشعب المغرب عبر صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي قبل أحداث الزلزال المدمر. وقال ميسي تعازينا لجميع العائلات ضحايا الزلزال في المغرب وكل قوة والدعم للجرحى والمضرورين في كارثة الرهيبة. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا مقررة يوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا في كرة القدم إلى وقت لاحق بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة والسبت. وكتب الاتحاد المغربي في بيان على إثر هزة الأرضية التي تعرض لها في بعض المناطق المغرب تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري إلى وقت لاحق، وذلك بتوقيف مع الاتحاد الإفريقي. وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج إذا حصدت 6 نقاط من 3 مباريات بعد فوز على جنوب إفريقيا المتصدرة وليبيريا وخسارة على أرض جنوب إفريقيا في مجموعة يشارك فيها 3 منتخبات بدلا من 4 بعد استبعاد زيمبابوي. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.